لزوم الشتا والسقساية حلوين. هنعمل النهاردة مع بعض الكحك المدور اللي اتربينا عليه، الكحك بتاع زمان بتاع جدتنا. بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهنعرف سر قرمشة الكحك وريحته اللي بتفكرنا بلمة العيلة، خطوة بخطوة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في قناتي. ايه رأيكم بقى في الكحك المدور ده؟ النهارده هنعمل وصفة خالص سهلة وبسيطة، لزوم الشتا ولزوم السقسقة كده، وانت تحت البطانية كده معاكي كوباية الشاي مع احلى كحكتين صعيدي، حاجة فاخر من الاخر. شايفين الكحك وجماله؟ قطعناه وسيبناه يختمر. شغلنا الفرن بتاعنا، احنا مش عايزينه يختمر كتير، يعني عقبال الفرن بتاعنا ما بيسخن كده هندخله الفرن، علشان احنا عايزين الكحك بتاعنا مش مختمر زي العيش ولا زي الفيش، لا احنا عايزينه بس يريح كده لحد الفرن ما يسخن وندخله الفرن، يطلع لك احلى شوية كحك مقرمشين ودايبين، حاجة فاخر من الاخر. تعالوا نشوف مقاديرنا السهلة البسيطة خالص اللي مفيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي تعقيدات زي ما تعودتوا مننا. عندي 3 كيلو من الدقيق الفاخر المنخول. اهم حاجة يا جماعة في اي معجنات تعمليها لازم تنخلي الدقيق مرة واتنين، ده سبب من اسباب نجاح اي معجنات بتعمليها. وعندي كيسين من الخميرة الفورية، وعندي كيس من البيكنج باودر، و3 اكياس فانيليا. الفانيليا دي طبعا منكهات علشان تديلي طعم حلو للكحك بتاعي. وعندي طبعا كيلو من السمنة مع مج من الزيت كده، الزيت هيخليلك الكحك بتاعك فيه سنة قرمشة. وطبعا عملت حفرة كده ونزلت بالسمن بتاعي، طبعا انا قدحت السمنة مع الزيت على البوتاجاز، ونزلت معهم بكيسين من الفانيليا علشان تبقى ريحة السمنة بتاعتي حلوة كده، ولما اعجن بيها الكحك تبقى حاجة بسم الله ما شاء الله احلى من بتاع الفران. وهبدأ اقلبهم مع بعض. هقلب طبعا السمنة مع الدقيق كده، بس طبعا هنحش المعلقة بتاعتنا كده ونبدأ نحط ايدينا ونبس الكحك بتاعنا. اهم حاجة يا حلوين لما تيجي تعملوا الكحك، يعني بص دي حقه كده في البس، كل ما بتبسي كل ما بيديلك نتيجة حلوة للكحك بتاعك، بتبقى مفسوسة الكحكية كده ومقرمشة، حاجة بسم الله ما شاء الله. حاجة كمان لما تيجي تعجني اي نوع معجنات، يعني ايه، بلاش تعجيني في حاجة ألمونيوم، يفضل لو حاجة بلاستيك أو حاجة ستانلس، عشان انتوا عارفين طبعا الحاجة الألمونيوم لما بنعجن فيها يعني بتبقى مزرقة كده، ما صراحة ما بحبهاش. وطبعا ببدأ أبس الكحك بتاعي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، كل ما تبس فيه كل ما يديكي قرمشة للكحك، وتبقى الكحكية مبسوسة كده وحلوة. طيب انا هديلكم بقى مقادير الكيلو. لو هتعملي كيلو من الدقيق يبقى عليهم ربع كيلو من السمنة مع نص كوباية من الزيت، وكيس خميرة فورية، وكيسين من الفانيليا، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من السمسم. ده بالنسبة لمقادير الكيلو. طبعا ايه، مجين من اللبن زي ما انتوا شايفين. بعد ما ببس الكحك بتاعي شوية بنزل بالفانيليا بتاعتي اللي هتودي لي الكحك بتاعي في حتة تانية. حد هيقول له طيب احط فانيليا سايلة، براحتك، عندك سايلة ماشي، عندك الفانيليا ماشي. ونزلت بحبة محترمين كده من السمسم، انا بحب وصفة الكحك دي فيها قوي السمسم. طيب في حاجة كمان لما تيجي اللهم صل على النبي، السمسم حتى لو جايباه من بره يعني سخنيه شويه برضو على البوتاجاز كده بيديلك طعم حلو قوي في الكحك. ونزلت كان في نص كوبايه من السمنه، فضيت العلبه خالص كده علشان الكحك بتاعي يبقى حلو، ولا هو مقرمش ولا هو قصدي ناشف ولا هو دايب، يعني حاجه كده في العدل. وهنبسهم مع بعض تاني بعد ما نزلنا بالفانيليا والسمسم. وهننزل بحفنة كده، عندنا في الصعيد بنقول حفنة كده، يعني نقول بتاع 3 4 معالق من السكر، معلقة كبيرة بتديلك طعم حلو، مع نص معلقة من الملح،
وهنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض علشان تتمزج بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بس اهم حاجة برضو ببس. طيب انا بعد ما هبس السمنة مع الدقيق، ودي نزلت بالخميرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هعجن بلبن. طيب ما عندكيش لبن، اعجني بمية، مفيش مشكلة خالص، ما توقفيش نفسك، بس اللبن هيديله طعم حلو قوي في طعم الكحكاية كده وانت بتاكليها بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا نزلت بالخميرة زي ما انتوا شايفين، وبرضه هقلبهم كلهم مع بعض. ابني واقف معايا طبعا وبيناولني وفرحان وعايز بقى يحط كله خلطبيطة مع بعضه، مش مستنى عليا. ونزلت بكيس الخميرة الفورية التاني. في حاجة كمان يا جماعة، أنا بحب أوي اللهم صل على النبي، الخميرة البيرة. الخميرة البيرة حلوة أوي في المخبوزات، بس طبعا أنا ما عنديش، فخلاص هعجن بخميرة فورية. يعني لو عندي خميرة بيرة يفضل أحسن من الفورية. وهنزل بحفنة من السكر زي ما انتوا شايفين اهو، علشان تبقى طعم الكحكاية بتاعتي حلوة. لو حبيت يعني مثلا كده اكلها، لو ما فيش شاي ولا حاجة وحبيت اكلها كده اكلها مع شاي، يبقى طعمها حلو. ونزلت بنص معلقة من الملح، وبرضه كله هقلبه مع بعض وابسه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ويبقى عجيني في حاجة واسعة علشان تاخدي راحتك في العجن. شايفين الدقيق بتاعي اتشرب كل السمنة، وهبدأ انزل باللبن بتاعي. طبعا مكان علبة السمن رحت دفيت اللبن بتاعي زي دمعة العين كده، علشان طبعا انتوا عارفين دي شتا، فلما تيجي تعجني اي معجنات يعني دفي الحاجة كده، سواء لو لبن او مية، علشان الحاجة تختمر بسرعة. طيب انا بعد ما نزلت باللبن بتاعي انا بلم العجين لم يا جماعة، انا ما بعجنهوش، انا مش عايزاه يعمل عرق، لا انا بعجنه بلمه لم كده. وطبعا نسيت اوريكم ان انا حطيت نص قصدي كيس من البيكنج باودر. وهنبدأ نلم العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا العجينة دي ولا هي هتبقى طرية ولا هتبقى ناشفة، لا هتبقى في عدلها. اهو بلم لم يا جماعة. وادي شكل العجينة بتاعتي بعد ما خلصناها. شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، مش عايزة حاجة خالص، يا دوب هريحها بس بالظبط ربع ساعة. وهنبدأ نقطع احلى كحك صعيدي. لو عايزة الكحك بتاعك يعني اللي هو دايب، يبقى خلاص ال3 كيلو اللي انا حطيتهم هياخدوله كيلو ونص من السمنة. حوشي من كيلو ونص من السمنة، حوشي منهم كوباية وحط بدلها زيت. بس طبعا هتحط زيت لازم يكون زيت نظيف، يفضل برضو زيت ذرة. بلاش تحط زيت تموين وفي الاخر الكحك بتاعك ما يبقاش حلو، يبقى ليه ريحة. وطبعا جربنا كحكاية اهو، بسم الله ما شاء الله، العجينة مش عايزة حاجة خالص. هنبدأ نريحها زي ما قلت لكم ربع ساعة، مش هنطول. وهنقطع الكحك بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عايزة تقطعيه زي البقسماط ماشي، عايزة تقطعيه زي القراقيش ماشي، بس احنا بنحبه كده كحك. فبراحتك، العجينة بتاعتك جاهزة ومعاكي، ايه اللي انتي عايزاه اعمليه. بعد ما هنقطعه بالشكل ده، يعني مش هنسيبه يختمر زي ما قلت لكم، لا انا هسيبه يريح بس عقبال ما اولع الفرن بتاعي يشتغل وسخنه، علشان هو هيستوي على نار هادية. اسخن الفرن يعني بتاع 10 دقايق كده، وبعدين ادخل الصواني بتاعتي تستوي. الكحك بتاعي على نار هادية علشان يبقى مقرمش، يبقى دايب كده وفي نفس الوقت يبقى مقرمش. لكن لو النار بتاعتك عالية هيسلوق منك، وفي نفس الوقت مش هيبقى من بره مستوي، ويبقى من جوه عجين، فلازم تسويه على نار هادية. لو عايزين اي وصفة تاني اكتبوا لنا في التعليقات، ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة سهلة خالص ومبسطة ومفيهاش اي افتكاسات. والحلوين اللي ما بينسوا اللايك، متنسوش اللايك يا جماعة، واشتراك لاختكم، وان شاء الله نعمل وصفات اكتر واكتر. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، واكون ضيفة خفيفة على ربكم، واسيبكم في امان الله وحفظه مع فيديو جديد. مع السلامة.